حبيبي ياللي خيالي فيك حبيبي يا مين يقول لي في قلبي حبيبي حبيبي ياللي خيالي فيك حبيبي يا مين يقول لي فين التقيك حبيبي وفين اروح لك وفين اجيلك عشان ابوح لك ولا اشتكي لك. انت في المانيا لا طيب في المنيا لا طيب في اسبانيا لا وفي اخر الدنيا لا امال فين ما تقول يا حبيبي يا مجهول انت ايه واسمك ايه انت ايه واسمك ايه تطلع ايه تبقى بيه ولا تيه ولا تيه قول لي ايه ايه حبيبي ياللي خيالي فيك حبيبي يا مين يقول لي في قلبي حبوبي تعال عندي قول لي انت ايه وابوك افندي ولا ابن بيه حبيبي تعال ياللي مشتاق اليك عشان تملي بسأل عليك عينك سحرية لا سودة وعسلية لا وهتطلع فيا وتسوقها عليا لا امال فين ما تقول يا حبيبي يا مجهول انت ايه واسمك ايه انت ايه واسمك ايه تطلع ايه تبقى بيه ولا تيه ولا تيه قول لي ايه ايه حبيبي ياللي خيالي فيك حبيبي يا مين يقول لي في قلبي حبيبي يا ربي ألقى شكل. اهلا بيك. اهلا وسهلا. حوار جديد من حكايات الزمن الجميل. الله يخليك. احنا عايزين نعرف بقى مين محمود شكوكو اللي هو رائد المونولوج والبسمه في الزمن الجميل. محمود شكوكو فنان مصري اصيل، نابع من طينة مصر وتراب مصر، وهو اتولد في حي شعبي، حي الدرب الاحمر، وعاش في اليقينية والدرب الأحمر والفواتية وباب الشعرية والحتت الشعبية دي، وغاوى الفن وهو طفل صغير، وتدرج لغاية لما بقى شاب جدا. فهو أول مونولوجيست سجل في الإذاعة المصرية سنة 34. يعني 34 دي كانت أول نشأة الإذاعة المصرية، وهو أول مونولوجيست سجل فيها، ووصل إلى مراحل كبيرة جدا في التمثيل وفي الإذاعة في التلفزيون، في أيام التلفزيون، في التلفزيون، في السينما، في المسرح. عمل فرقة مسرحية، أول واحد عمل مسرح عرايس في مصر. يعني قصة طويلة جدا جدا جدا، كفاح كبير جدا للوصول إلى هذا الفن الراقي المندثر الآن، كويس، اللي مش لاقيين له دلوقتي هوية. ورحمه الله كان عايش لإسعاد الناس. ازاي بدأ الفن؟ ما أنا قلت لك، هو كان طفل صغير، وكان في الحارة بتاعته كان هو يقلد كبير جدا. يعني مثلا عامل في أعياد ميلاد وفي أفراح وفي كذا، فكان هو يخش إيه من نفسه يغني في الأفراح دي، يغني في أعياد الميلاد. أسرته كانت موافقة على ده؟ هو كان والده عنده ورشة نجارة، ومحمود اللي هو والدي كان شغال في ورشة والده، فكان بياخد الفلوس بتاعته، كان هو الراتب بتاعه 20 ساغ في اليوم، و20 ساغ دي يعني حاجة كبيرة قوي، يعني صنايعي جامد يعني. كان يروح يصرفهم بالليل على الايه، على الافراح، على اساس ان هو يروح يغني في الافراح في اعياد الميلاد. فكان في عيد ميلاد حضروا الاذاعي الكبير محمد فتحي، هو كان اسمه كروان الاذاعه، يلقب كروان الاذاعه. فلما سمعه قال له: انت اسمك ايه؟ قال له: اسمي محمود شكوكو.
قال له انت لوحدك اسمك محمود شكوكو؟ قال له اه، لان اصل والدي اسمه مركب، يعني هو لوحده اسمه مش شوكو ده هو اللي اوحى لاهله ان هم يسموه شكوكو. لا، هو طفل صغير اتسمى كده، حتى شهاده الميلاد محمود شكوكو. فالمهم لان كان بيقلب برضه الديوك بتاعت ستي كويس، فكان لما ينزل الحاره بقى يقولوا له كوكو كوكو اهو، شكوكو اهو، فطلعت عليه محمود شكوكو يعني، واتسجل في شهاده الميلاد محمود شكوكو، اسم ثنائي زي احمد نادر، زي احمد جلال، زي مركب، زي محمد فتحي كده يعني. ف لا يروح يغني في الافراح، فالاستاذ محمد فتحي لما شافه قال له تعالى لي الاذاعه وسجل لي الثلاث مونولوجات اللي انت قلتهم في عيد الميلاد. فطبعا ضربوا بقى في الاذاعه وطلبوا جدا جدا جدا، واصبحت شهرتهم جامده جدا من خلال الاذاعه زي ما بقول لك سنه 34. لما اتسمع المخرجين ابتدوا بقى ايه يدوروا عليه عشان يخش في المجال السينما، وكان اول ناس يعني يدوروا عليه الاستاذ انور وجدي، كان بحبه جدا، الاستاذ نيازي مصطفى، الناس القدام يعني المخرجين القدام، حسن امام عمر، الناس القدام ابتدوا يدخلوه في الافلام كنوع من بطولة تانية للفيلم. يعني مثلا من ضمن الحاجات الافلام الجميله قوي اللي انا بحبها مثلا ان هو واخد بطوله ثانيه طارق سعاد هانم مع الاستاذ انور وجدي، اللي كان بيتكلموا في حكايه المحلل. كانوا يعني في كلمه المحلل دي كانت هم اول فيلم يتكلم عن الموضوع ده. بعد كده اتاخد بقى واتعمل بقى مسرحيات او اتعمل افلام. وخد دور البطوله في افلام كتير. خد دور البطوله في افلام كتير. المونولوجات اللي كان بيغنيها مين اللي كان بيكتب له الكلمات بتاعتها؟ والله هو 80% من المونولوجات كان الاستاذ فتحي الروحي. الله يرحمه. وفتحي الروحي طبعا اسم معروف جدا في عالم السينما، لان 90% من الاغاني بتاعت الافلام الابيض واسود كانت في الاستاذ فتحي الروحي. هو قال ان توفيق دينا كانت الافيهات اللي توفيق دينا كان بياخدها كانت من الاغاني بتاعت شكوكو، كان بيستخدمها من اغاني شكوكو. ايوه. رصيده السينمائي وصل قد ايه؟ يعني فوق ال 100 فيلم. فوق ال 100 فيلم. فكر ان هو يغني اغاني ثانيه غير المونولوج قبل كده؟ لا هو خلاص ماسك فن المونولوج من الاول للاخر، يعني هو خط واحد. اكتر حاجه كان بيحبها ان هو يغني مونولوج ولا يمثل؟ والله دي زي دي، يعني اللي يجي له يقول سواء تمثيل ماشي، غنى ماشي، مونولوج ماشي، في الاذاعه ماشي، كله فن. فرقته المسرحيه دي تكونت من سنه مثلا 46 لغايه سنه 49 او لغايه سنه 50. كان عامل فرقه مسرحيه اسمها الفرقه الاستعراضيه محمود شكوكو. وكل الاستاف اللي كان موجود اياميها تعاون معاه في هذه الفرقه. الفتره هو بدأ من الثلاثينات لحد اخر عمره، ايه افضل فتره حاسس ان فن المونولوج مطلوب فيها، وان فتره من الفترات لقى ان خلاص فن المونولوج ده خلاص ما بقاش مطلوب زي الاول؟ لا هو فضل مطلوب طول ما هو موجود. هو اندثر من بعد وفاته، وبعد وفاه الاستاذ اسماعيل ياسين، وبعد وفاه الاستاذه سرايا حلمي. خلاص حتى الاستاذه لبلبه خلاص اتجهت اتجاه التمثيل وسابت المونولوج، اصبحت الساحه فاضيه. يعني لما الناس دي رحلت ما جاش واحد زي اسماعيل ياسين، ما جاتش واحده زي سرايا حلمي، ما جاش واحد زي محمود شكوكو. ما يعني اللي بينزل ما حدش بيطلع مكانه حد تاني. هو اتولد امتى وتوفى؟ اتولد 1 مايو 1912 وتوفى 21 فبراير 1985. في الاواخر عمره لقى ان الفن اتغير وذوق الفن اتغير، كان الموضوع ده ازاي يعني ذوق الفن اختلف وبقى ينحدر في الفترات الاخيره؟ انا بقول لك بعد ما توفى، لكن طول ما هو موجود كان فن المونولوج ده موجود في كل مكان، واي حفله يبقى فيها مونولوجيست واحد واثنين، واضواء المدينه، افراح، اعياد ميلاد، كان موجود عادي جدا. فضل يشتغل اخر عمره. النهارده قولي لي اي حفله فيها مونولوجيست
الطاقية بتاعته جاب الطاقية وفكرة الطاقية ازاي؟ هو ده اللبس الشعبي كان اياميها. الراجل الشعبي في الشارع كان بيلبس الطاقية دي والجلابية والسديري، ده لبس ابن البلد. بس فكان هو بيمثل ابن البلد، كان بيمثل الراجل الشعبي ابن البلد الجدع الشهم اللي عنده اخلاقيات واللي عنده مبادئ واللي عنده شهامة. هو ده. ليه دور في تنبؤ لعبد الحليم حافظ ومحمد الموجي ان هم ينجحوا؟ ايوه، اللي حصل سنة 49 هو كان عنده فرقة في اسكندرية في المسرح اسمه المسرح القومي. فكان الأستاذ الموجي وكمال الطويل والأستاذ عبد الحليم حافظ كانوا لسه في البدايات وعاملين لون جديد كده في الغنى. قالوا طيب يعني مين أكتر واحد معروف في الوسط؟ قالوا محمود شكوك في اسكندرية، فسافروا إلى اسكندرية. هم لما راحوا قابلوا مدير المسرح بتاع محمود شكوكو اللي هو المعلم صديق، فقالوا له يعمل معروف كل الاستاذ شكوكو، بس معانا واحد اسمه عبد الحليم شبانه، كان لسه ما تسماش عبد الحليم حافظ. عبد الحليم شبانه وصوته حلو قوي قوي، واحنا خريجين جداد واحنا شباب صغير واحنا خريجين معهد ونعرف الفن كويس وبتاع. فالمهم يعني دخل لوالدي قال له يا استاذ محمود ده في واحد شاب صغير كده اسمه عبد الحليم شبانه وعاوز يغني. قال له هيغني وسط مين؟ ما انا معايا محمد عبد المطلب ومعايا محمد قنديل ومعايا محمد العيزلي ومعايا عبد العزيز محمود، هيروح فين وسط دول؟ قال له هي نمره من ضمن النمر ونديله اي حاجه يعني. قال له خلاص خليه يغني. ففي الليله دي طلع غنى على المسرح، صافيني مره وجافيني مره على الشو. قال له طب بغني خواجاتي. فالجمهور بتاع اسكندريه ما قبلش اللون ده. يعني في ناس بيقولوا ان هم حدفوه وعملوا ده ما حصلش، ده لا اتحدف بطماطم ولا بتاع ولا الكلام ده، هم بس ايه ما قبلوش اللون الجديد. يعني هم ما استغش مش قابلين الحاجه دي. ليه؟ بيسمعوا عبد المطلب بيقول يا ليل يا عين، وفلان بيقول موال، وشفيق جلال بيغني من غير ميكروفون، اصوات جامده يعني. فهم قاعدين في حته كده في كام شزار اسمها توني. فقال له يا استاذ محمود يعني انا اشتغل بكره بقى ولا ايه؟ قال له بص يا حبيبي انت صوتك جميل جدا، بس انت مستواك اعلى من مستوى الذوق بتاع الناس. فانا سقفت لك في يوم من الايام هسقف لك، خليك ماشي في المكان في السكه دي، بس في يوم من الايام انا هسقف لك بس. واداله مبلغ على اساس ان هو ينزل مصر، فابتدى يشتغل بنفس اللون ده لغايه لما كان في حفله في حديقه الاندلس بعد ثوره 52. بالصدفه كان فيها محمود شكوكو، عبد الحليم حافظ، فايزه احمد، صباح، عبد الحليم حافظ. فالمهم والدي قال ايه خليني انا بعد منك، يعني هو يطلع الاول وبعدين انا بعد منك، عشان هو ايه ياخد مجاله على المسرح والناس ايه تسقف له، بدل ما انا لو طلعت انا الاول الناس هتسقف جامد قوي ويطلع هو مش هيسقفوا له زي ما سقفوا لي، فهو يطلع الاول عشان ياخد مجاله على المسرح. ودي كانت فكره يعني بالخبره، يعني والدي عنده خبره. فعبد الحليم طلع وقال صفيني مره على قد الشوق، ايه الناس سقفت له. فلما نزل قال لي مش انا قلت لك ان في يوم من الايام سقفت، وقد كان ابتدى بقى في هذا المجال، والناس ابتدت تتذوق هذا اللون من الالحان، الحان الاستاذ كمال الطويل والاستاذ الموجي وعبد الحليم. ليه دور في التنبؤ او اكتشاف حد؟ لا ما هو انا بقول لك هو كان صاحب فرقه، فكان اي حد بيجيبه بيظهر على المسرح. اي حد بيجيبه بيظهر. يعني اول ما غنت الفنانه الكبيره نجاة غنت على مسرح شكوكو. نجاح سلام اول ما غنت على مسرح شكوكو. لبلبه وهي طفله وعندها 10 سنين غنت على مسرح شكوكو، وهكذا. دي مش تنبؤات. ايه اكتر فنان حب ان هو يمثل معاه واتبسط انه يمثل معاه وطلب انه يمثل معاه كذا مره؟ لا هو مثل مع الناس كلها، بس كان عامل كوبل حلو مع الاستاذ اسماعيل ياسين.
يعني لما كانوا بيطلعوا الاثنين مع بعض كان بيبقى كوبل حلو يعني. اكتر الافلام اللي كان بيحبها ويحب يشوفها وكان مبسوط انه عملها ايه؟ كان طلال سعاد هانم كان بيحبه جدا. وكان بيحب كمان محمود شكوكو انسانيا. ايوه. ايه اكتر حاجه انسانيه بارزة عملها في حياته؟ هو عايش طول عمره بيحب الناس وبيخدم الناس، وكان فاتح بيوت، وكان طول عمره يعني صديق لكل الناس. انا عارفه انه كان في اواخر عمره عمل حلاوه ونتائج على شبه شكوكو والكلام ده. لا، طول عمره كان بيعمل كروته، وكان بيعمل صور ويفرقها على الاطفال، ويعمل بالونه مرسوم عليها محمود شكوكو والطاقية والعصاية، وكان يحب الأطفال وكان يروح أحيانا أفراح بالمجان، والمسائل القومية دي باستمرار، الحفلات القومية أيام الثورة كان كلها بيروحها بالمجان، يعني كان بيعمل خدمات كتير. سنة 67 وحصلت أزمة فنية في مصر، هو سافر لبنان من ضمن الناس اللي سافروا لبنان؟ لا. طب كان موجه يعني بعد الثورة كانوا بيوجهوا الفنانين يروحوا حفلة كذا ويروحوا حفلة كذا، هو كان من الشخصيات اللي بتوجه؟ ما أيوه، ما أنا بقول لك كان بيروح الحفلات. لا، الدولة هي اللي بتوجهه، يعني عبد الناصر يقول له روح حفلة كذا أو سافر كذا، ما كانش يحصل حاجة زي كده. لا. إيه الدول العربية اللي سافر فيها وعمل حفلات؟ جميع الدول العربية. كل الدول العربية والأوروبية، ما سابش حتى غير لما غنى فيه. مين إخواته بقى؟ إخواته إزاي؟ إخوات شكوكو. الحاج محمد شكوكو الله يرحمه، وفاطمة شكوكو، وزينب شكوكو، وهلالية، زي أي إخوات يعني. وأولاده حضرتك ومين؟ أنا ومنيرة وحماد. في جمعية اسمها جمعية الفن، كانت الدكتور نادر رزق عاملها. أيوة. وإن وزير الثقافة دلوقتي في معارضة ليه وبيقولوا أنا مش بعترف بالزمن الجميل. أيوة. أنت وجهة نظرك في الموضوع ده إيه؟ والله دي حاجات سياسية مش دعوة، يعترف ما يعترفش، الناس دي موجودة في قلوب الناس. يعني كان وزير الثقافة ما بيعترفش بالناس دي، الناس دي موجودة أساسا في قلوب الناس. يعني انزل اسأل على اسماعيل ياسين وحب اسماعيل، حب الناس لاسماعيل ياسين، او الأسرية، او رياض الصبجي، ولا أي حد، ولا النابلسي، ولا الناس دي كلها داخلين في قلوب الناس، مش هتطلع. حق الأداء العالمي. ماذا؟ في قضية دلوقتي بتترفع، حضرتك مشارك في القضية؟ لا. رسالة كان نفسك توجهها لشكوكو قبل ما يتوفى؟ رسالة قبل ما يتوفى؟ كتر خيرك، سعدت الناس. قلت له الرسالة دي قبل ما يتوفى؟ لا، أنا بقولها له حاليا. يعني الحمد لله أسعدت الناس، وربنا يعني يدخلك فسيح جناته بأعمالك الخيرة، وبإيمانك بالله وإيمانك بالرسول. وكان راجل مؤمن، ومؤمن برسالته، ومؤمن بالناس، وصادق وصدوق وصديق، وكان كل حاجة حلوة. مين أقرب أصدقائك؟ محمد محمود شعبان، الأستاذ الكبير محمد محمود شعبان، كان رئيس الإذاعات المصرية. وكان حسن إمام عمر المؤرخ والمؤلف، وكانوا تعدوا أصابع يعني. حاجة كان نفسه يعملها وما عملهاش؟ حاجة كان نفسه يعملها وما عملهاش، كان عاوز ولادي يخشوا في مجال الفن بعد ما ياخدوا شهادته، ويعني يكونوا هم فرقة ورا منه وهو شغال. لكن حضراتكم ولاده ما كانش موافق على فكرة انك تنتهي للفن؟ لا، هو ما كانش موافق ان انا انتهي للفن، بس كان عاوز ولادي يطلعوا موسيقيين بعد ما ياخدوا شهادته. شكرا جدا، اشكرك. استاذ امير، الحفيد الاول محمود شكوكو. ايوه صح. هو توفى وحضرتك كان عندك كام سنه؟ انا كنت عندي 13 سنه ونص تقريبا، وهو توفى سنه 1985 21 فبراير. وغالبا في الفتره ديت انا كنت عايش معاه، يعني كان والدي ووالدتي سافروا السعوديه. والدي كان بيشتغل في السعوديه، قعد يشتغل حوالي 3-4 سنين، فانا كنت مقيم معاه هنا، وكنت على طول تقريبا معاه في الاوقات اللي هي ما فيهاش شغل. يعني هو شغله كان دايما بالليل، بس ممكن الصبح زي دلوقتي يصحى بعد الفطار
بس هينزل وسط البلد شوية، يروح يقعد في جروبي، يروح يقعد يشرب قهوة في الأمريكين، يروح قهوة صفية حلمي أعتقد، أو صفية زغلول، صفية حلمي اللي هي فنجان أوبرا، اسمها قهوة الأوبرا دلوقتي. فطبعا كان بيصطحبني معاه على طول في المشاوير دي. حتى لما جاله سفر، لما جاله شغل في اسكندرية، كان عنده شغل في فترة في كازينو الشاطبي، فأنا كنت معاه برضه، وكنت مقيم معاه في شيراتون المنتزه بس. وكان في حد يعني بيراعيني في الأوقات اللي هو فيها ما كانش متواجد. فأنا يمكن من أقرب أحفاده كنت ليه، وهو بالنسبة لي يمكن كان أهم من والدي، لأن هو اللي كان بيراعيني يعني، كان هو اللي كنت معاه على طول. فيمكن أنا أقرب واحد ليه. حاجة تفتكرها ليه؟ افتكر هي مواقف من المواقف اللي كانت بتساعدني ان انا وانا جنبه في العربيه بلاقي الناس بتشاور عليه وبتقول شكوك وشكوك وشكوك. فهو كان عامل نتيجه اجماليه للسنه، وكان عامل بالونات عليها صورته. انا بقى كان معايا الكيس دهوت، وانا اللي كنت بقى بوزع البالون والحاجات على المعجبين. وانت بقى وانت في المدرسه كانوا يقولوا لك انت جدك شكوك وكده، كنت بتتباهى بقى؟ طبعا الموضوع ده هو، لان هو في الفتره ديت كان مشهور جدا ومحبوب جدا، لان طبعا فات على وفاته 30 سنه، فالاجيال اتغيرت. حاليا النهارده الولد ولا البنت اللي عندهم 15 و20 سنه مش مدركين قوي محمود شكوك. بس زمان طبعا كان هو ليه شعبيه كويسه جدا. هو كان حابب ان كنتوا تدخلوا الفن؟ هو حاول لكن طبعا بعد وفاته سنه 85 ما كملتش، لان هو كان بيحاول يدفعني لمعهد الموسيقى. قعدت في معهد الموسيقى 2 سنين على التوالي. كان بيدربني استاذ اسمه علي حسونه، استاذ بيانو. كنت باخد سولفيج غنائي، وبعدين جاب لي الاول جاب لي كمانجا، فكانت صعبه جدا بالنسبه لي. آلة الكمان كانت صعبه جدا بالنسبه لي، ففشلت فيها. قال لي لا بقى انا هجيب لك بقى ايه اورج. فجاب لي اورج جميل كده، وجاب لاخويا احمد اكسليفون كمان، لان احمد كان اصغر مني، فكان الاكسليفون كان هيبقى سهل ليه كبدايه برضه. كان حابب انك تطلع فنان زي مين؟ ايه اللي كان بيحب؟ مين اللي كان بيحب؟ ما اعرفش، هو كان حابب ان انا اطلع عازف اورج. فكمان كان بيجيب لنا مدرسين هنا في البيت علشان يعلمونا الاورج والنوتة والكلام ده. فطبعا استمر الموضوع ده هو لحد سنة 85. بس طبعا لما في أزمة مادية حسيت مرة من المرات إن كان عنده أزمة، إن هو فترة ما تطلبش مثلا في فيلم، في فترة معينة ما مثلش فيها، حصل انتقاد عنده؟ لا، هو الحمد لله لحد آخر يوم ما كانش عنده أزمة مادية، لكن الشغل قل في الآخر. هو ابتدى بقى إيه يخش في سن 70 سنة. طبعا أنت عارفة الراجل في سن 70 لا يقوى بقى إن هو يعني يحيي فرح أو كده، فكان شغله محدود. والأضواء خفت إلى حد ما، والأدوار انخفضت. أذكر آخر دورين اللي اشتغل فيهم كانوا مسرحيتين. كانت واحدة اسمها زقاق المدى، وواحدة اسمها زيارة البيت. هتبدأ تصوير؟ انت هتسألي بقى. احنا سمعنا ان امير كرارة في حصلت مشكلة بينك، يعني بينكم وبينه، وان هو بيقول ان هو جده ومتصور معاه، وعرفنا يعني حتى اخوه طلع قال في احد البرامج ان هو قريب جدته، يعني قريب شكوك من احمد كرارة اخو امير. امير كرارة الحقيقة هو جدته من طرف والدته، يعني جدته امه خالها يبقى محمود شكوك.
فطبعا صلة القرابة بعيدة جدا، لان هو كمان مش جدته ام والده خالها محمود شكوكو، لا ده ام والدته، فكمان مش من العصب، وهو عمره في حياته ما شافه وعمره ما التقى بيه. لكن طبعا هو شرف لأي حد في الوسط الفني ان هو يقول ان انا قريب محمود شكوكو او قريب اسماعيل ياسين او قريب اي حد من الناس الكبار دول، فهو كان بيتشرف بيه. لكن الموضوع اتغير شكله، يعني بقت حقيقة الناس ابتدت تصدق ان هو فعلا جده محمود شكوكو، لان في حاجة حصلت. انا كنت عامل ويب سايت اسمه شكوكو.com. الحقيقة كنت بحط في الويب سايت دهوت الصور والفيديوهات واي حاجة بتخص محمود شكوكو بحطها في الويب سايت. حصل هاكينج على الويب سايت دهوت، وبعد كده اكتشفت ان صوري مع جدي بتتنشر على الجوجل، وبيتكتب تحتها ان ده امير كرارة مع جده الفنان محمود شكوكو، وهي اصلا مش صور امير كرارة، هي صوري. فطبعا كان خلاف بيني وبينه. انا مش ممانع ان هو يقول ان انا جدي محمود شكوكو، مش مشكله، امير كرارة شخصيه ظريفه ومحبوب وممثل ناجح وبتاع، لكن انا طبعا زعلت ان هو ياخد صوري الشخصيه ويقول عليها ان دي صور. طبعا دي بتهيألي حاجه يعني ليها علاقه بالحريات، ومحدش يحب كده يعني، لان دي حاجه خاصه بيا. وصلت معاه فابتديت طبعا اتصل بيه واقول له يا امير انا مش ممانع، بس طبعا انا ما عنديش استعداد ان انا صوري تتنشر لحسابي. فالكلام ده كان في رمضان اللي فات من حوالي سنه. قال لي خلاص انا اوعدك ان انا هكدب الكلام ده هو في جميع القنوات، ومن بكره مفيش عدى شهر لقيته طلع في برنامج وقال الحقيقة مشكورا، تمام. لكن ما زالت المنشورات مستمرة، وبقيت الاقي ان في صور تانية بتعمل لها ابديت، وصور جديدة ما كانتش ظهرت بتظهر تاني وبيتكتب عليها هل تعلم ان محمود شكوكو جد فنان مشهور. المشكلة ان نفس الاسم متشابه، انت امير وهو امير. تمام. اخش الاقي برضو نفس الموضوع مستمر. طلع برضو امير تاني في برنامج على CBC مع مذيعة من الناس اسمها مش عارف اسمها حاجة شرهوب، الناس اسمها، وقال انا مش حفيد محمود شكوكو، وحفيد محمود شكوكو هو امير سلطان محمود شكوكو. وطبعا انا بشكر النقطه ديت فيه، بشكر الموضوع دهوت، يعني الوقفه ديت كانت كويسه. هو مين احفاد؟ بالنسبه لاحفاد محمود شكوكو، هو محمود شكوكو عنده 3 ابناء. منيره كبيره، وسلطان والدي، وحماده. منيره عندها جيهان وألفت وهناء، 3 بنات اكبر منها. هل قد اتجوزت سعيد صالح؟ لا مش هنا، دي ساكنه في اسكندريه، وألفت وجيهان في القاهره. في بقى سلطان ليه 3 اولاد، امير واحمد اخويا وامير، تمام. بالنسبه لحماده اللي هو ابنه الصغير، عنده حوالي 4 أو 5 اولاد، اكبرهم نوران، وبعدين امل ومياده ومحمود واحمد وكريم، ما شاء الله 6. هو شكوكو ما شافش غيركم بس. فشكوكو بقى كان بيشوف مين؟ كان بيشوف طبعا البنات اللي هم اولاد عمتي منير، لان هم كانوا اكبر مني، بس طبعا يعني زيارات. مين بقى اللي كان عايش معاه؟ انا واحمد واميره. احمد واميره سافروا السعوديه لفتره، وانا فضلت قاعد معاه في البيت، وكانت علاقتي بيه مش علاقه. جدتك كانت معاكم برضه ولا؟ جدتي ما كانتش جدتي، كانت مرات جدي. هو اتجوز كم مره؟ لان هو اتجوز جدتي اللي هي ام ابويا سلطان، وانفصلوا، لانه في الفتره ديت هو كان في قمه مجده، كان صاروخ في الفتره ديت، وبعدين انفصلوا يعني عايز اقول حاجه بس مش مشكله.
فطبعا هو كان عايز يربي ابنه كويس اللي هو ابويا، فعشان يربي ابنه كويس فكان يخشى ان هو يسيبه مع امه، يظلم هما الولد ما يتعلمش كويس او فابتدى. هي ما كانتش فنانه. ما كانتش فنانه وكانت انسانه عاديه جدا. كانت انسانه عاديه جدا. وكان اول واحده اتجوزها. خلف منها منيره وسلطان بس. خلف منها منيره وسلطان فقط. طبعا لما اتطلقوا دخل سلطان مدرسه داخليه اللي هي الليسيه الفرنسي اللي في الهرم، علشان طبعا هو كان عارف ان مستوى الليسيه مستوى عالي، ولاد الناس والناس الكبار اللي في البلد هم اللي بيخشوا الليسيه. فكان طبعا ابويا في الليسيه وبيطلع يومين اجازه في الاسبوع، ففي اليومين من الاجازه دول كان بيشوف ابوه وكان بيبتدي ابوه بيفسحه ويشوف متطلباته يعني، وبعدين ابوه طبعا كان مشغول بشغله فكان بيرجع سلطان المدرسه تاني. ده بالنسبه لزوجته الاولى. زوجته الثانيه هي ام عمي حماده، تمام؟ برضه كانت ست مش من الوسط الفني، وقعدوا فتره وبعدين انفصلوا، تمام؟ لاسباب برضه ان هو كان بيسافر في الفتره ديت ما كانش متواجد، وكان شغله الشاغل هو الفن والشهره والافكار اللي في دماغه. ما كانش مره من المرات يتمنى انه يشتغل شغلانه ثانيه غير الفن؟ لا، هو عاشق للفن، يعني غير ان هو بيغني مونولوجيست، فهو مثل. غير ان هو بيمثل ابتدى يسافر الصين، فشاف هناك عندهم فن اسمه خيال الظل ده بيبقى على المسرح، فالموضوع ده عجبه جدا، وهو اصلا نجار، فصمم الموضوع ده. هو كده ابتدى يقص الشخصيات، وابتدى يعمل الشخصيات ويعمل روايه ويشغل الروايه دي على المسرح بتاعه اللي هو نجار، فابتدى يعمل مسرحيات في خيال ظل. شاف طبعا فن العرايس هناك، فبرضه موضوع النجارة ساعده في ان هو يصنع العرايس بنفسه ويشوف لبسها وبتاع. وطبعا كان بيساعده في الوقت ده هو صلاح السقا، الفنان العظيم المخرج العظيم صلاح السقا، كان مخرج مسرح العرايس، وهو والد احمد السقا بالمناسبة. ليلة كبيرة. تمام. وابتدى بقى يعمل كام اوبريت نجحوا جدا في مسرح العرايس. كان عمل اوبريتات ناجحه جدا، وعندي المانشيتات بتاعتها ممكن حضرتك. زي اوبريت زي ايه؟ في حاجه اسمها مثلا محمود شكوكو في كوكب البطيخ، تمام؟ حاجه اسمها السندباد البلدي والسندباد البحري والليله الكبيره. كل ديت اوبريتات عرايس. الليله الكبيره اللي هو صلاح السقا؟ لا، مش الليله الكبيره اللي غنى فيها سيد مكاوي. دي واحده ثانيه. لا، الليله الكبيره دي بقى اللي هي كانت قبل الليله الكبيره دي، بس هم خدوا الاسم من الروايه ديت. ابتدى يتعمل بشكل تاني، بشكل جميل، وطلع عمل فني رائع يعني. الليله الكبيره النهارده يعني مين الفنانين اللي انت كنت بتشوفهم مع شكوكو بقى وانت رايح معاهم؟ كنت اللي انا شفتهم يعني كان شفيق جلال الله يرحمه، كان سعاد مكاوي، من الجيل الجديد صلاح سعدني، سيد زيان، معالي زايد، انا ناسي اسمها كتير. رسالة هو قالها لك او نصيحة نصحك بيها؟ مفيش، بس هو مرة اهداني صورة وكتب عليها بخط ايده ابقى افتكرني يا امير وبس، جدك محمود شكوكو. ده امتى ده؟ 1980. الصورة ديت كانت سنة 1980 او 81، وهو توفى سنة 1985. النصيحة اللي نصحني بيها طبعا كان عنده طبعا عشان هو كان فقد التعليم، ابتدى بعد كده يحصل موضوع التعليم دهوت ويعلم نفسه بنفسه. النصيحة ان هو كان الشهادة
ان انا ابقى جامعي. الحاجه الوحيده اللي حزت في نفسه ان هو مش متعلم. بالظبط. وده السبب اللي خلاه يدخل سلطان الليسيه، عشان سلطان سلطان بس ولا هو او اولاده كلهم دخلهم الليسيه؟ لا هو سلطان بس، لان سلطان كان ليه ظروف خاصه في الفتره ديت لما طلق والدته، فكان عايز سلطان متعلم كويس قوي. طب ومنيره وحماده؟ منيره وحماده برضه متعلمين، بس منيره وقفت تقريبا في الاعدادي او الثانوي، لان هي بنت وهو عنده طبعا البنت ايه ليها حدود، ليها حدود. وحماده خريج كليه تجاره، كان هو بينفق عليه كويس جدا، وكان بيبعت لمامته كل شهر مبلغ كويس علشان يغطي احتياجات بس حماده. انت عشت مع مرات طلع كويس. فتره قبل ما ينفصلوا. مع مين؟ مرات جدك؟ مرات جدي ديت بقى يعني الله يرحمها، دي برضه كانت بمثابه والدتي، لان الست ديت كانت لا تنجب، وكانت دي زوجة الثالثة بقى، وكانت حاطة في دماغها بقى ايه يعني ده زي ابني بقى، ده زي ابني انا ارعاه دي اللي عاشت معاه لحد ما مات. بالظبط، دي اللي عاشت معاه لحد ما مات. هي توفت اعتقد سنة 83، هو توفى سنة 85 بعدها بسنة. بس كان في حاجة نفسه يعملها وما عملهاش وقال لك انا نفسي كنت اعمل كذا بس ما قدرتش غير التعليم؟ كان طول عمره بيتمنى ان هو مسرح العرايس اللي هو انشأه واصبح بعد كده اسمه مسرح القاهرة للعرايس، كان بيتمنى ان المسرح ده هو يتغير اسمه عشان هو اللي اسسه وهو اللي تعب فيه وهو اللي وقف المسرح ده. هو كان بيتمنى ان المسرح ده يبقى اسمه مسرح شكوك العرايس. دي رسالة بتطالب بها الدولة دلوقتي ولا في رسالة تانية عايز تطالب بيها؟ اتمنى يعني اتمنى هو مسرح القاهرة هو مسرح القاهرة للعرايس، يعني فيها ايه لما يبقى اسمه مسرح شكوك العرايس بالقاهرة؟ رسالة كان نفسك تقولها وما لحقتش تقولها؟ كان نفسي والله كان نفسي يعني يبني حاجة تفضل موجودة باسمه علشان الناس تفضل تتذكره. كنت أتمنى كل المنى إن هو يعمل مسجد باسمه، يعني من ضمن الصرف صرف فلوس لا تتخيليها على موضوع المسرح ده، غير مسرح الأزبكية. كان مأجر مسرح في الأزبكية وكان شغل عنده عدد كبير جدا من الفنانين، ما يقرب من 40 راقصة، وبعض الفنانين المشهورين قوي كانوا بيشتغلوا عنده. كنت تتمنى ان الفلوس دي تروح في مسجد افضل من يا ريت كان عامل مسجد اسمه مسجد شكوك، يا حاجة جميلة جدا. ما قدرش يحقق دهوت المسرح اسمه مسرح شكوك. كنت اتمنى ان هو يكون له جزء في متحف بيتكلم عن الفن وعن تاريخ مصر والقديم والجديد، علشان الكلام ده ما نفقدهوش، لان الفن زمان كان الناس كانت بتعمل فن للفن. هو اتوقع من فترة من الفترات ان فن الملوك هيختفي. الموضوع دلوقتي بقى تجاري. لا ده هو النهارده اللي بيكسبه بيحطه علشان يشتغل بيه، علشان يشتهر، وعشان هو قال فن المونولوج ده هيختفي في فترة من الفترات. قال لان هو ما كانش شايف على الساحة مونولوجيست غير اللي كان مقتنع بيهم كمونولوجيستات. كان مقتنع بسرايا حلمي تماما. سرايا حلمي مونولوجيست جميل، اسماعيل ياسين مونولوجيست، في واحد اسمه ايه فكر الجزائري كان مونولوجيست، بس مفيش تاني مونولوجيستات في مصر، وهو كان التوب بتاع المونولوجيست. تفتكري انت فاكره في مونولوجيستات تانية كانوا في مصر بالكده؟
هو واسماعيل ياسين فهو عارف ان هو ما شافش حاجه جديده. احلى مونولوج عمله ايه؟ احلى مونولوج كل مونولوجاته حلوه بصراحه. كنتوا بتقعدوا تغنوها معاه؟ والله هو في مونولوجات من افلام وفي مونولوجات فرديه. المونولوجات اللي من الافلام مونولوج مثلا الحب بهدله من فيلم عنبر، مونولوج انت القرد، مونولوج الحبيب ده مش مونولوج ده اوبريت، الحبيب المجهول ده بتاع ليلى مراد وانور وجدي كانوا يقعدوا يغنوا معاك في من فيلم ليلة العيد مونولوج الفول. كانوا قاعدين بياكل هو وشادية واسماعيل ياسين وغنوا مونولوج للفول. في مونولوج اسمه اوعي يمينك اوعي شمالك وهم راكبين الحنطور. مونولوج روميو وجولييت اللي هو بداية فيلم ليلة العيد. فاكرة؟ لا فطبعا هو في الافلام مونولوجات كتيره غير بقى المونولوجات الايه الانديفيدوالز اللي هو عملها لوحده اللي هو كان بيغنيها في الحفلات. عندي كتير بس طبعا. مين الفنان اللي فضل يسأل عليه لاخر وقته، اخر حاجه في لحظه عمره؟ الفنان اللي فضل يسأل عليه كثيرون. انا عندي لما دخل مستشفى القاهرة التخصصي أثر المرض التعب ابتدى يتعب، فالدكتور قال له لا انت محتاج ان انت تقعد في المستشفى دلوقتي عشان نطمن عليك. كان عنده ايه؟ هو كان ابتدى صدره ضيق. كان مدخن؟ كان بيدخن شيشه مش بيدخن سجاير. فابتدى صدره ضيق وابتدى ما ياخدش نفسه وابتدى يستخدم الاكسجين في النهايه. طبعا اي روايح كانت ابتدت تتعبه في الاخر، فالدكتور طلب منه ان هو يقعد في المستشفى. قعد تقريبا في المستشفى حوالي 28 يوم. كانت مستشفى القاهرة التخصصي اذكر كانت غرفه 601. طبعا عندي بقى الكروت اللي هي بتاعت الناس اللي بتبعت شوكولاته وبتبعت ورد والحاجات ديت. فريد شوقي بقى ورحمه الله عليه وسيد زيان وكثيرون انا مش يعني تقدري تقولي كل الناس كل زمان. شكرا ليك امير حفيظ. شكرا تاني لمحمود شكوكا. اهلا بيك في مصر. مين محمود شكوكا؟ انت هو توفى وانت عندك 10 سنين، يعني ايه تفتكره له؟ يعني 10 سنين دي فترة طبعا الطفولة يعني اللي الواحد بيتذكر فيها حاجات طشاش يعني، بس أكيد طبعا في مواقف معينة مثلا فاكرها له زي ما تقولي كده فلاشات كده، بس يعني تقدري تعرفي منها الشخصية اللي هي الصور اللي هي بيسترجعها بيشوف قد إيه هو كان قدام شخصية كاريزما يعني. انت كطفل وجدك بتعاملك انت فاكر له ايه؟ موقف ضربك مرة مثلا؟ لا خالص. احنا احفاده وهو كان بيحبنا، معاملته في البيت طبيعي جدا. هو يعني طف شوية لانه هو تعرف الناس بتوع زمان، لكن في نفس الوقت حبوب وبيحب الكوميديا والإفيه عنده حاضر وكده. بس احنا كبيت طبعا يعني بيتعامل معانا بشخصية طبيعية تماما يعني. طيب ايه قصة أمير كرارة؟ انا عارفة ان هو مضايقاك جدا. لا مش مضايقانا ولا حاجة، بس اللي مضايقنا ان المواقع مع الأسف يعني بتستسهل. ومفروض ان الصحافة هي تحرر الدقة. فأمير أخويا ليه صور على الكمبيوتر هو كان نزلها يعني مع جدي. فأمير وأمير كرارة كان قبل كده أنا قريب فخلاص بقى أمير كرارة حبيب أمير شكوكو سوري محمود شكوكو. فينزلوا صور أمير على إنها أمير شكوكو. طبعا يعني أمير نكر الكلام ده بعد كده أمير كرارة. وطبعا أمير أخويا نزل تكذيب، أنا نزلت تكذيب. الموقع الأساسي اللي هو كان تقريبا أصحاب الأبد حفظ التراث نزل تكذيب والكلام ده، لكن برضه ما قدرناش إننا نسيطر. طيب معلومات بتتنشر عن محمود شكوكو غلط
معلومات عن البدايات بتاعته، عن ان هو يعني علشان يوصل للاذاعه، والاذاعه كانت هي زي ما بيقولوا الصوت الاصيل ده اللي بيوصل لكل الناس زمان، اللي هو بيعادل في زماننا ده هو ما هو ابعد من التلفزيون، بيعادل النت، بيعادل الكلام ده كله. السكه عشان توصلي كده مش سهله. ففي فتره مختزله في حياه جدي، لا هو تعب فيها وتحدى في ان هو يوصل ان هو يغني اغنيه ليه في الاذاعه. دي طبعا الخطوه اللي كان بعديها انطلاقات طبعا كتير. لكن انا عاوز اقول انها ما كانتش سهله، لان والده من النوع الشديد شويه، كان يعني صنايعي ماهر معلم في مكانه، واخد بالك، فعايز ابنه يطلع هو اللي يارس الشغلانه ديت عنده. طيب في حاجه باباك مثلا كان بيقسو عليكم وهو كان بيدافع عنكم؟ كل استخبوا وراه؟ بصي، بابا ما كانش يزعلنا قدام جدي علشان ما يزعلش. هو ده بالك، هو بيحبنا ازاي يعني، الشخصيه الشديده قوي اللي هي في نفس الوقت يملك قلب طيب. شكوكو طبعا زمان كان التمثيل عيب، ازاي بقى قدر يدخل مع باباه عشان يمثل؟ لا هو ابتدى كمغني صييد زي ما بيقولوا يعني، بس هو حب فن المونولوج، يعني هو ابن منطقه شعبيه، ابن الدار برحمه، فبالتالي الشخصيه دي هي غنيه جدا، النماذج اللي حواليه، وانت عارفه عين الفنان دايما بتلقط يعني النماذج الكاركترات دي هي. فهو حب ان هو من قمه المحليه دي هي يوصلها للناس كلها، لجميع المجتمعات في مصر. طبعا ما يعرفش هو مدى هيوصل لايه، ولكن هو عاوز يوصل ده، عاوز يعبر عن الشخص ده في صورة موقف معين في الحياة، بيعبر عنه في صورة مونولوج نقدي. كان يعني المونولوج كان زي الأغنية عاطفية، زي يعني كان لون مستقل بذاته هو استهوى. اقول لك ان هو كان يعني علشان دي كانت هوايه في الاول، طبعا هو ما كانش في دماغه احتراف ولا غيره ساعتها، بس عاوز يشبه والده. كان طبعا والده طبعا اكيد رافض تماما الموضوع ده. هو الفكر بتاع الناس بتوع زمان كان ساعتها يعني نجيب الريحاني وكشكش بيقول مش قصديه وبتاع، فالصوره كانت كده ساعتها. حب امه ليه، كون ان هو كمان كان الصغير، وارتباطها بيه وايمانها بموهبته خلتها ان هي يعني تساعده. يعني اقدر اقول لك مثلا يخرج، انت عارف الناس زمان كانت بتنام فمع صنايعي يخلص يتعشى ينام، واخد بالك، وهو ينزل بعد ما والده ينام، تفتح له الشباك بالليل يروح يغني مثلا الكازينوهات، القهاوي، اللي هو الاماكن اللي كان الشعراء والصيادة بيغنوا فيها، ويجي بالليل يروح داخل من الشباك تاني نايم. فضل الحالة على ذلك الى ان هو يعني بان ان خلاص لا هو بيطلب كتير، صيته ذاع حتى على مستوى المنطقه، على مستوى مصر القديمه والمغريه والجماليه والدار الاحمر ابتدائيا، فبالتالي اتطلب بقى في اماكن تانيه. فخلاص يعني ما ينفعش ان هو ينسق بينه وبين جه ساعتها صدناوي كان بيعمل فروع. صدناوي كان يعادل المحلات، انا مش عاوز اذكر اسامي يعني كبيره دلوقتي، بيعمل فروع على مستوى الجمهوريه. هو عشان فنان، هو كان فنان في الصنعه دي كمان، مش يعمل حاجه لا يعملها كده حتى لاخر لحظه في عمره الله يرحمه. كان مثلا يفكر في فكره مثلا زي مثلا دولاب يصممه بشكل معين ويكتب عليه موبيليات شكوك. ابوه ازاي بقى اقنعه بعد كده يعني؟ لما سمع ابنه بيغني في الاذاعه وصوته، بقول لك الاذاعه دي كانت حاجه كبيره قوي، ده صوت ابني في الاذاعه، لا ده خلاص يعني ده بقى مصيره وهو صمم عليه. فانا بالتالي خلاص يعني سلمت بالامر. شاف ابنه، شاف معامله الناس ليه، شاف التطور بتاعه، شاف يعني ان هو خلاص يعني عدى مرحله ان هو يقدر ان هو يمنعه من حاجه زي كده. دي هوايته وعشقه واحترافه، فخلاص
يعني حتى والده ووالدته فضلوا عايشين معاه منين ما ينتقل، كانوا معاه لغايه ما توفوا الله يرحمه. يعني محمود ده كان عنده حمل ابنهم الصغير، وفي نفس الوقت يعني اثبت ان انا يا بابا او يا ابويا زي ما كانوا بيقولوا ساعتها، انا عملت اللي انا عايزه بس بالمبادئ اللي انت عايزها. سلطان شكوكو اللي هو ابراهيم، اللي هو الحاج ابراهيم شكوكو الله يرحمه. احمد سلطان محمود شكوكو والحفيد الثاني الفنان محمود شكوكو، شكرا لك جدا، شرفتني. يا 200 فل من الأقصر إلى أسوان، بلد الفراعنة اللي عتر فيها الجمال ألوان. أما نفسي أعيش عندكم وأصبح من السكان، ما كل ما يتمنى لولو يدركه، تأتي الرياح بما لا يشتهي الفنان. أنا حاوي كبير جدا جدا ومن المشاهير جدا جدا، أنا حاوي كبير جدا جدا، ألعب على المسرح واتشمر من الدهشة تقعد متسمر، واديك المحشي المتحمر اقدر اخليه يصحى ويدن. ما انا حاوي كبير جدا جدا جدا. بصوا وشوفوا هعمل ايه زي العفاريت، هضرب ايدي بجيب البه تطلع كتاكيت. لعبة عظيمة؟ لا دي قديمة، شنباتك زي البريمة. طيب شوف اللي احسن من دي، بص معايا راح اطلع من بق الافندي 3 رغاية. لعبة عظيمة برضو قديمة، اسكت وانا اوديك السيمة. طيب شوف اللعبة الجاية سهل عليا، بص يا بيه راح اقدم لك راس في صينية، راس ادمية، رأيك ايه؟ ايوه تمام يا سلام دي جديدة، اما الان السجاجرام هنرجعها بسرعة اوام، وتغني لكم 7 ايام.